في ناس عايزة تفضل موجوعة، هي شايفة ده كده، ده تمام، ده تمام اللي أنا فيه. الناس دي مش عايزة تتغير. الناس دي اتعودت إن هي تدي فرص، اتعودت إن هي تبرر، اتعودت إن هي تدي في أي علاقة، بتدي كتير، إن هي اللي تبذل، إن هي اللي بتبرر، إن هي اللي بتسكت كتير على أي وجع وأي جرح. هي اللي بتسكت، هي اللي بتعدي، هي اللي ممكن يتقال لها كلام زي السم وتسكت، لكن في المقابل هي بتتوجع أكتر. السؤال المهم هنا، ليه بتكملي رغم كل الوجع ده؟ مرة واحدة قالت لي حكاية، قالت لي أنا مش قادرة أنساها. مرة واحدة قالت لي حاجة مش قادرة أنساها، قالت لي أنا عارفة إن العلاقة دي بتكسرني، بس أنا خايفة أمشي، خايفة أبقى لوحدي. لكن الحقيقة المؤلمة إن الوحدة مع الشخص الغلط أقصى بكتير من الوحدة في واحدة مرة قالت لي حاجة أنا مش قادرة أنسى الكلام اللي هي قالته لي. قالت لي أنا عارفة إن العلاقة اللي أنا فيها دي بتكسرني، بس أنا خايفة أمشي، خايفة أسيبه. أنا عارفة إن هو بيأذيني وبيجرحني، بس أنا خايفة أبقى لوحدي. خايفة تبقي لوحدك؟ أنت عايزة تفضلي مكملة مع واحد بيجرحك وبيأذيكي بس عشان ما تبقيش لوحدك؟ لأ، عيشي لوحدك أكرم لك من إن أنت تعيشي مع واحد غلط بيكسر فيكي وبيهد روحك. روحي بصي كده على وشك في المراية، بصي، استخدمي كريمات زي ما انت عايزة، خدي فيتامينات زي ما انت عايزة، لأن الوجع اللي جواكي هو اللي بيأثر على الخارج من بره. اوعي تفتكري بكلمات الترطيب لو جبتي أحسن براندات هتفضلي زي ما انت، وشك تعبان، مجهدة، تحت عينيكي مجهد، لأن انت من جوه روحك تعبانة، لأن انت بتجرحيها، عمالة تأذي فيها. خليني أقولك الحقيقة اللي ممكن تغير حياتك. الناس بتعاملك بالطريقة اللي انت بتسمحي لهم بيها، ان انت فاتحه لهم الباب وهم بيعاملوكي بنفس الطريقة دي. لو انت قبلتي الوجع خلاص هم هيدوكي وجع. انت عايزة تتوجعي؟ خلاص خدي، ما انت فاتحه لنا باب الوجع، اتوجعي بقى، ما انت تسكتي. تيجي تبصي كده من بعيد، ايه ده؟ بصي دي بتتعامل ازاي. انت ممكن تلاقي نفس الشخص بيعامل حد تاني بطريقة انت تتمني تتعاملي ربعها، بس انت السبب، انت اللي فتحتي باب الوجع. استحملي، لان انت اللي عايزة ده. لو انت عايزة فعلا تتغيري، اول خطوة في ترميم روحك من جوه انك تفهمي انك تستحقي اكتر من كده، تستحقي احترام، تستحقي اللي معاكي يحترمك، تستحقي تتقدري الصح. اوعي تتنازلي عن اي حاجة. تستحقي ناس وجودهم بس في حياتك بيطمن قلبك، مش بيكسره. يمكن في ناس في حياتك لازم تبعدي عنهم، مش عشان انت بتكرهيهم ولا عشان تنقذي نفسك، لا، الحقيقة ببساطة ان ترميم روحك بيبدأ لما تبطلي تسمحي لحد ان هو يكسرها. لما انت تقفلي الباب ده، اقفلي الباب اللي بيجيلك منه كسرة قلبك والوجع، اقفليه، سايباه مفتوح ليه؟ خلوني اسألكم سؤال بكل صراحة، هو في شخص في حياتكم عارفين ان هو بيوجعكم لكن لسه موجود؟ لو الإجابة اكتبولي في الكومنت، أنا هحمي نفسي وهحمي روحي. لو حسيتي إن قلبك اتلمس من جوه، فكري في حاجة واحدة بس، إن الطفل اللي جواكي لسه محتاج يسمعك، وهيفضل محتاج يسمعك على طول. اوعي تسيبيها خايفة، دايما طمنيها، دايما احضني نفسك بنفسك. وفي الحلقة الجاية هنتعلم أكتر عن ترميم روحك، وفي النهاية أنا ماشية على مهل بس مطمنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.